الحكومة دخلت الأرض يا أبوي. يعني ايه؟ يعني اللي حصل. ومسكوا حد؟ الغفير يا ريس، وهو كده وكده مش فاهم حاجه. والحاجة اللي فيه؟ ما لحقناش نطلعوها. انتوا جايين على أهم مقبرة لقيناها وتقولوا ما عرفتوش تطلعوا اللي فيها؟ دي فيها كنوز يا حبش. ده انا قابض نص ثمنها. انا هتلر ما اعرفش احمي ارضي. اقول ايه للناس؟ اهدى يابا، اهدى. اللي فيها موجود، هنتصرف ونطلعوه. هيروح فين يعني؟ اهدى، المهم صحتك دلوقتي. دي إخبارية بالصدفة. وأنا عارف مين اللي وراها. زين صالح القناوي مش ناوي يجيبها البر. وضع الاستعداد. ايه استعد؟ عندك بالعدد. واحد اثنين ثلاثة سريع. انتباه. عندك للداخل. دور. عندك سريع. صف. باص سريع. انتباه. باص. تمام الطابور يا فندم. شكرا عماد، اتفضل. تمام يا فندم. صباح الخير يا رجال. صباح الخير يا فندم. عاملين ايه يا رجال؟ تمام يا فندم. طبعا زي ما انتم عارفين احنا عايشين بمبدأ واحد ما بيتغيرش، ما بيتجزأش. النصر او الشهادة. النصر او الايه؟ شهادة يا فندم. النصر او الايه؟ شهادة يا فندم. تمام يا رجال. حد عنده مشكلة؟ طب حد عايز يشتكي من حاجة؟ تمام سيادتك يا فندم. تعالى لي بعد الطابور المكتب. تمام يا فندم. اتفضل يا عماد دور الطابور. تمام يا فندم. سريع. صف. باص سريع. انتباه. باص. قولي له هعوضها لك. I'll make it up to you, sir. What was taken from the land is irreplaceable. That was the most important site we worked on since we started this thing. اللي كان في الأرض ده مش هينفع يتعوض، ودي كانت أهم مقبرة من ساعة ما بدأنا. قولي له اللي يجيب لك أحلى منها في قيمة كم يوم. What if somebody will bring something better within a few days? I don't want anything else. I want the money back and you're getting levied. أنا مش عايز حاجة تانية، أنا عايز فلوس وزيهم غرامة. غرامة ليه؟ هو اللي حصل ده بمزاجي؟ Why, fine, it was not my fault. This is what we're offering. وده لندن. أنا ما عنديش سيولة لكل ده. وهو ده اللي عندي. I'm afraid I cannot make it. I don't have a cash flow. It's not our business. ده مش موضوعنا. The money is in the embassy within a few days. لو فلوس ما رجعتش السفارة في خلال أيام، You're not going to be able to handle the consequences. حضرتك مش قد الواقع. قولي له ما تقولولوش وأنا هتصرف. أنا من جنيه يا فندم. بابا راجل كبير في السن وأنا اللي بصرف على أمي وأخواتي. كنت محتاج بس بعد إذن سيادتك يا فندم أنزل أجازة عشان أشتغل وأساعد أهلي اللي مالهمش حد غيري. أنا عارف إنك من جنة وبلديات يا إسلام. أنت بتكدب يا بطل عشان تاخد أجازة؟ لا والله العظيم يا فندم ما بكذب، حتى اسأل زملاتي. ده أنا بنزل أشتغل عشان أمي. أمي يا فندم ابعد عنك الشر. تاخد كيماوي، عندها السرطان. سيادتك عارف إن الحاجات دي بتبقى محتاجة مصاريف. إحنا ناس على كد حالنا. حوجة وحشة يا فندم. محتاج إيه تاني نقدر نساعدك فيها يا إسلام غير الأجازة؟ يلا روح لمساعد التعليم قول إن أنا صدقت لك ال10 أيام. شكرا جدا يا فندم. يلا بسرعة ما تضيعش وقت. تمام يا فندم. لو احتجت أي حاجة تاني ابقى تعالى لي. تمام يا فندم. الواد شكله عارف وعاوز ياخد طرابوه.
ما انا لسه جاي للكلام ده. قبل ما ياخد طار ابوه يكون محصل، لأنه عمر الكبير يقدر ينهي عمر الصغير. بس الصغير على كتفه نجوم. إن شاء الله يكون فوق النجوم نسر. طب وانت لما كلمت البهوات اصحابك والناس اللي لينا جوه قالوا لك ايه؟ كله هيخلص يا ولدي، كله هيخلص. ما اكدبش عليكم مدام عليا حالتها خطيره. هي فائت بس للاسف الحاله مش مستقره. في امور لازم تتاخد النهارده قبل بكره عشان نقدر نعدي بيها من المرحله الخطيره دي. امور زي ايه يا دكتور؟ فهمني من فضلك. يا دكتور احنا جاهزين، اي مستشفى في اي حته في العالم احنا جاهزين نوديها عشان تكمل علاجها. الوضع ده مش محتاج عمليه تزوير الكلام يا دكتور. حضراتكم لازم تعرفوا الحقيقه ان مدام عاليه لازم تعمل عمليه بت رجليها الاثنين. ايه؟ يعني ايه بات عايزين تقطعوا رجليها الاثنين؟ لا طبعا، اكيد في حلول تانية يا دكتور، في حلول صح؟ للاسف مفيش اي حلول تانية. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا انكل لحظه، يا انكل لحظه يا دكتور، يا دكتور احنا لو سافرناها في اي حته في العالم في اي مستشفى مش هيبقى في حل غير قطع الرجلين ده. على العموم يا جماعه الحاله حالتكم وانتوا احرار، شوفوا اللي انتوا عايزينه واحنا تحت امركم. الحاله ما تستحملش تتنقل لاي مكان تاني، واي مستشفى في اي مكان في العالم هيقولوا اللي احنا بنقوله. اللي انتوا شايفينه اعملوه. بس قبل اي حاجه في اقرار لازم حضرتك وجوز مدام عليا تمضوا عليه. انت بتعملي ايه هنا يا بت؟ بشم هوا. وحياة امك كنت داخله اوضه سي مسعد اخد منها حاجه، لقيتك جوه. قلت يا بت سيبيها يمكن بتقول كلمتين سر كده ولا كده، ما رضيتش ادخل. لا ما كناش بنقوله كلام سر. يعني عادي لما الست امينه وسي هتلر يعرفوا ان انت كنت جوه؟ حسك عينك تفتحي بقك بكلمه. يبقى الموضوع فيه اني. ايوه فيه ان. واحنا هنخلوا مسعد بقى يقول لك على الان بالظبط. بلاها سي مسعد وست امينه وسي هتلر، الطيب احسن. والورقه ام 100 احسن واحسن. طب حصليني جوه واحنا هندوك الورقه ام 100. بس خلي بالك احنا ممكن نقلبهم عليكي ونطلعك بره البيت، واني نقدر. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. الحمد لله على السلامة حبيبتي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. هو ايه اللي حصل؟ انا موجوعة. سلامتك معلش يا حبيبتي. خليكي مستريحة. ارتاحي.